بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. النهاردة هنتكلم عن الدرس الأول في التاريخ سنة تالتة إعدادي ترم أول، بعد ما خلصنا الوحدة الأولى في الجغرافيا. مصر بين المماليك والعثمانيين. طيب، المماليك كانوا بيحكموا مصر، كانوا متمركزين فين؟ كانوا موجودين فين؟ كانوا في مصر والشام، وموجودة برضو في بلاد الحجاز. تمام؟ تمام. دولة المماليك ديت تعرضت في أواخر القرن الخمستاشر لأزمات مالية، الاقتصاد بتاعها اتدهور. ليه؟ بسبب إن الأوروبيين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. تمام؟ طريق رأس الرجاء الصالح هو اللي بيلف حوالين أفريقيا لحد ما يوصل للهند. التجارة قبل من كده كانت بتيجي من جنوة والبندقية، بتعدي من مصر من عندنا طبعا قبل ما يبقى في قناة السويس، كانت بتحمل البضاعة على الجمال وبتتنقل للبحر الأحمر، ومنه على باب المندب ومنه على الهند. اللي هو عندي فيهم احنا مش ماشيين من الطريق ده، مع انه اسهل بالنسبه لهم، بقى احنا مش هنمشي من الطريق ده، فابتدوا ان هم يمشوا من طريق رأس الرجاء الصالح. وده طبعا اثر على المماليك، نظرا لان البضائع كانت كلها بتعدي من عندهم، فكانوا بيقدروا يشتروا ويبيعوا بأثمان قليله، كانوا بيقدروا يفرضوا الضرائب براحتهم، كان كله بيسترزق بمعنى اصح. بس الماسوره دي اتقطعت لما تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. تمام. ده غير ان الاسطول المملوكي تم تدميره في معركة ديول بحرية، فبقوا لا عارفين يروحوا ولا عارفين يجوا. تمام تمام. احنا دلوقتي عرفنا ليه دولة المماليك تعرضت لضعف اقتصادي، ده غير ان كان فيها ازمات سياسية بسبب ان المماليك بطبعهم القوي هو اللي بيحكم. ما كانش عندهم نظام مش وراثي، ولا ان دولة معينة حد يقول مين اللي يحكم، لا، هم كان القوي فيهم هو اللي بيحكم، هم متعودين على كده. قال لك تعرضت لازمات سياسيه بسبب اضطراب الامن والصراع بينهم وبين بعض، ده غير الفتن والثورات. كان اللي يقدر يحكم يحكم زي ما قلنا. تاني حاجة عندنا الدولة العثمانية، والدولة العثمانية دي كانت في عز قوتها في الوقت ده، بداية القرن الستاشر وأواخر القرن الخمستاشر. كان وقتها محمد الفاتح لسه فاتح القسطنطينية، وكانوا تقدر تقول كده منيمين أوروبا من المغرب. بس السلطان سليم الأول كان عنده وجهة نظر في إنه يتجه ناحية الشرق، واول حاجه عملها ان هو دخل في صراعات مع الدوله الصفويه وقدر ان هو ينهيها. وبعد الدوله الصفويه اتجه على الدوله المملوكيه اللي موجوده في مصر. تالت قوه موجوده معانا هي الدوله الصفويه نفسها. سليم الاول قدر ان هو يهزمهم في موقعة جلديران، ودخل عاصمتهم تبريز. ده اللي يهمنا من الدوله الصفويه كلها، اتهزموا في جلديران وسليم الاول دخل عاصمتهم تبريز. تمام. بعد كده اتوجه سليم الاول عشان يقاتل المماليك اللي موجودين في مصر لاسباب كتير، بس نقدر نقول ان كان سليم بيتلكك. ده غير ان المماليك الخونة اللي كانوا موجودين في الشام هم اللي كانوا عايزينه يتوجه لمصر لمصالح ليهم، ما كانش عندهم مشكلة ان هم يحكموا مصر تحت سلطة سليم الاول. يبقى الثلاث دول اللي موجودين عندنا المماليك اللي كانت موجودة في الشام وفي الحجاز وفي مصر، وتعرضت لضعف اقتصادي بسبب رئيسي اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. تاني دولة الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول. تالت دولة عندنا اللي هي الدولة الصفوية اللي اتهزموا في جلدران، وسقطت العاصمة بتاعتهم تبريز في إيد العثمانيين. أسباب اتجاه العثمانيين لمصر والشام، إيه اللي خلى العثمانيين يجوا ناحية مصر والشام؟ السلطان سليم الأول كان عايز يوسع ممتلكاته ناحية الشرق، كان عايز يسيطر على مصر. طب هو إيه اللي وجهه للشرق؟ لانه عرف ساعتها ان الدول الاوروبيه ابتدت تستقوى وابتدت تقدر فعلا ان هي تاخد وتدي معاه، فهو لو اتنين اقوياء دخلوا في معركه مع بعض، حتى اللي هيكسب او اللي هينتصر هيطلع متشرح. فهو قال لك انا هشغل بالي ليه، هنتوجه ايه ناحيه الشرق. سليم الاول عرف ان الصدام مع الدول الاوروبيه في خطر كتير عليه، نظرا لان هي ابتدت تتفوق ساعتها حضاريا وعسكريا على العثمانيين. طيب، استيلاء العثمانيين على مصر والشام تم عن طريق معركتين رئيسيتين. هو كان في معارك كتير، لكن اللي موجود عندنا في الكتاب عندكم معركتين رئيسيتين، مرج دابق والريدانية. طيب، مرج دابق أسبابها السلطان سليم الأول يعني حب ينكش المماليك عن طريق إن هو اتوجه لإمارة ذي القادر أو ذو القادر اللي كانت تبع المماليك، وقال لك لا دي بتاعتي، وسيطر عليها. ده السبب. الأحداث، سلطان المماليك في مصر ساعتها واللي هو السلطان الغوري خرج وتوجه للشام بالجيش بتاعه عشان يواجه السلطان العثماني، والنتائج ان قوات المماليك اتهزموا، وقدر قوات العثمانيين ان هم ينتصروا عليهم. انهزم المماليك وتقهقروا، رجعوا لمصر عشان يجهزوا نفسهم لمعركة تانية اللي هي الريدانية يعني.
لكن اللي بيتقال هنا هو مجحف جدا بصراحة في حق المماليك والسلطان الغوري. السلطان الغوري وقتها كان معدي ال 80 سنة، كان راجل كبير جدا في السن، ومع ذلك أظهر شجاعة لا مثيل لها. ولو ما كانش خيانة خير بيك وجان برد الغزالي ما كانش المماليك هيخسروا في المعركة دي، لأن سليم الأول حرفيا كان هيتقهقر بقواته. لكن خيانة خير بيك وجان برد الغزالي وإشاعتهم إن السلطان الغوري بنفسه مات وهو كان لسه عايش وقتها أدت إن المماليك يتهزموا في المعركة ديت. المعلومات اللي أنا بقولها دي مش عندكم، بس عايزين ندي المماليك حقهم. أنا ما بحبش المماليك عموما، بس ده ما يمنعش إن هم أقوى من قتل بالسيف. الريدانية 1517. بعد موت الغوري حصل مناوشات كتير بين المماليك وخير بيك وجان برد الغزالي، كل واحد فيهم كان عايز يبقى الرئيس، لكن ما اختاروش ليها غير تومان باي نظرا لانه كان شجاع جدا. هو عمل تكتيكات كتير للحرب ديت، لكن زي ما نقول برضو خير بيك وجان برد الغزالي هما كانوا السبب في الهزيمة في الريدانية. برضو السلطان العثماني سليم الأول وتومان باي التقوا في الريدانية، ونتائجها ان تومان باي اتهزم والعثمانيين دخلوا القاهرة، وانتهت دولة المماليك ومصر اصبحت ولاية عثمانية. عايزين ندي تومان باي حقه، الراجل ده كان شجاع جدا وحارب العثمانيين بكل اللي كان يقدر عليه، وكان معاه مماليك اوفياء ليه. هو كان فيهم سن التهور بس كانوا اوفياء ليه، يعني زي مثلا قرطباي الوالي او الامير علان، الاتنين دول كانوا ناس اوفياء جدا. وهنيجي الحتة دي بعدين. أسباب هزيمة الجيوش المملوكية بعدين جت بسرعة. قالك التفوق العسكري للجيش العثماني، لأن هم كانوا بيستخدموا أحدث الأساليب وقتها. يعني إيه أحدث الأساليب؟ وقتها كانت البنادق موجودة، لكن المماليك زي ما تقول كده رفضوا إن هم يتعاملوا بالبنادق، فكانوا بيتعاملوا بالسيف بس. ده غير ان المدافع بتاعة الدولة العثمانية كانت مدافع خفيفة وسهل ان هي تتنقل من مكان لمكان تاني. بمعنى انت عايز توجهها اليمة دي هتوجهها، عايز توجهها اليمة التانية برضه هتوجهها، على عكس المدافع اللي كانت موجودة مع المماليك. هي اول ما بتتوجه خلاص انت ورزقك، لو خطتك بقى ان هم يجوا من هنا ما جوش من هنا يبقى كل سنه وانت طيب. وده اللي استغله جان برد الغزالي، عرف السلطان العثماني اماكن المدافع بتاعه المماليك وتوجيهها فين. كانت موجودة على جبل المقطم، فالنتيجة ان السلطان العثماني كل اللي عمله ان هو لف بجيوشه، وطبعا المدافع بتاعته سهل ان هي تتحرك ومعاه البنادق وبيحارب ناس بالسيوف، فقدر ان هو ينتصر عليهم. وكان في حاجة برضو في الموقف ده، قرطباي الوالي لما مسكوه سلموه تسليم أهالي وودوه عند السلطان سليم الأول، قال له دع ضرب البندق اللي هي البنادق وأخرج لنا من جيشك 200,000 ويخرج لك منا 3 نفر، 3 بس. أنا عبد الله اللي هو قرطباي بيتكلم عن نفسه، والسلطان تومان باي والأمير علام، وانظر ماذا تفعل هذه ال3. يعني بيقول له طلع لي 200,000 من جندك واحنا ال3 بس هنحاربهم. هو مبالغه، بس ده يبين لك قد ايه هم فعلا المماليك كانوا اقوياء، على الرغم من ان برضه ما بحبهمش. نزاع المماليك المستمر على السلطه، وده طبعا واضح في الخيانات اللي انا بقول لك عليها، خير بيك وجان برد الغزالي والحوارات دي كلها. في سؤال هنا صحيح، هو ليه تومان باي ما قدرش ان هو يخلص منهم الاثنين؟ المماليك كانوا بيتقسموا فرق ازاي؟ كل مملوك بيشتري مماليك على قد ما يقدر، فخير بيك وجان برد الغزالي كل واحد فيهم كان له مماليك اتباع كتير، فلو قتلهم مماليكه مش هيحاربوا او هيدافعوا عنه، والحرب هتبقى بينهم وبين بعض، والسلطان سليم الاول يخش السلام عليكم وعليكم السلام. فعشان كده ما قدرش تومان باي يعمل معاهم حاجه، رغم ان خيانتهم كانت باينه وواضحه لكل الناس. طيب نعيد تاني. الريدانيه كان قائد الجيش المملوكي تومان باي، اتهزم تومان باي ودخل العثمانيين مصر، اصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهت دولة المماليك. على فكرة المماليك كملوا في مصر بس كملوا تحت الحكم العثماني، مش دولة مستقلة. طيب اسباب هزيمة الجيوش المملوكية، التفوق العسكري وانزاع المماليك المستمر على الحكم. نتائج هزيمة الجيوش المملوكية هي نفس النتائج اللي احنا قلناها. مصر اتحولت من دولة مستقلة لولاية من ولايات الدولة العثمانية. خلافة العالم الإسلامي بدل ما كانت موجودة في مصر انتقلت للدولة العثمانية. العثمانيين سيطروا على العالم الإسلامي في آسيا وفي أفريقيا. سليم الأول أعلن نفسه الحامي للحرمين الشريفين، لأن مصر كانت مسيطرة على الحجاز، فهو لما سيطر على مصر تلقائي سيطر على الحجاز. ملامح الحياة في مصر. الدنيا كانت ماشية ازاي أيام الحكم العثماني؟ مصر فضلت تحت الحكم العثماني حوالي 4 قرون. هو تقدر تقول كان حكم صوري، يعني هو كان يدوب الوالي والحامية العثمانية والديوان دول العثمانيين، يعني بتاع 3-4 آلاف فرد، والمماليك هم اللي ماشيين البلد.
حكمهم كان راكد جدا، ده اللي موجود عندكم في الكتاب. وحكمهم ما كانش راكد بالطريقه اللي هم بيقولوا عليها، ولا خلونا ولايه معزوله ولا حاجه، بس ده اللي موجود في الكتاب. حكمهم كان راكد، نتج عنه ان مصر بقت ولايه معزوله بدل ما كانت في مسرح الاحداث او مركز الاحداث. الحياه السياسيه، العثمانيين حطوا نظام سياسي للحكم بيتكون من 4 هيئات. الوالي ده بيبقى عثماني وبيمسك من سنة ل3 سنين. الديوان وده له صلاحيات كتير جدا بتوصل لان هم يعزلوا الوالي. الحامية العثمانية دول اللي مهمتهم يحموا الاتنين الاولانيين. ادارة الاقاليم ودي كانت بتبقى للمماليك. قالك النظام العثماني في ثناياه او بينه وبين نفسه كان في عوامل ضعفه، بسبب قصر مدة حكم الوالي اللي قلنا من سنة ل3 سنين، وزيادة سلطة الديوان. احنا قلنا بيقدروا يعزلوا الوالي، زيادة سلطتهم وسلطة الحماية العسكرية، بمعنى ان كلهم كانوا بيجوا ياكلوا. الراجل ده قبل ما يفهم الدنيا ماشية ازاي كانوا بيشيلوه، والجماعة دول لو ما كلوش كويس هيشيلوا صاحبنا ده لان ده من سلطتهم. علي بيك الكبير بسبب ضعف الدولة العثمانية، البقوات المماليك اللي بيحكموا مصر تحت حكم عثماني حبوا ان هم يسيطروا على مصر بشكل مستقل. ابرز حاجة كانت حركة علي بيك الكبير اللي هو موجود في شيخ العرب همام. هي مش نفس التفاصيل، بس يعني ما ينفعش تاخدها مرجعية تاريخية، بس هو مسلسل كويس تقدر تتفرج عليه. علي بيك الكبير حاول ينفرد بحكم مصر زي ما قلنا. عمل ايه؟ تحالف مع الشيخ ظاهر العمر. ظاهر العمر ده اللي هو حاكم الشام، واخضع الحجاز لنفوذه، بقت تابعة لمصر بشكل مستقل. وبعت محمد بيك ابو الدهب عشان يغزو الشام، وبالفعل قدر ان هو يخش دمشق. عمل ايه علي بيك؟ تحالف مع ظاهر العمر حاكم جنوب الشام، اخضع الحجاز لنفوذه، وبعت محمد بيك ابو الدهب عشان يغزو الشام، وفعلا قدر ان هو يدخل دمشق. نتائج حركة علي بيك الكبير قال لك فشلت ليه؟ بسبب خيانة محمد بيك ابو الدهب. احنا قلنا مماليك، القوي هو اللي بيحكم، من مصلحته ان انا احكم، خلاص هو ماله، ما نتحالف مع السلطان العثماني طالما انا اللي هحكم. مع العلم ان علي بيك الكبير كان استاذ محمد بيك ابو الدهب، ودي حاجه كده زي ابوه مثلا. طيب قال لك فشلت حركه علي بيك الكبير بسبب ان محمد بيك ابو الدهب، انا بشاور بصباعي، محمد بيك ابو الدهب خان علي بيك الكبير وتحالف مع السلطان العثماني ودخل مصر. ورجعت مصر ولاية عثمانية تحت مين؟ تحت مشيخة محمد بيك ابو الدهب. مصالح وبتصالح. الحالة الاقتصادية تدهورت، الفلوس يعني تدهورت الأوضاع الاقتصادية في مصر. الزراعة والصناعة والتجارة. هناخد الزراعة الأول. الأرض كانت ملك للدولة العثمانية، وكانت بتديها للفلاحين باسم حق الانتفاع. يعني ايه حق الانتفاع؟ يعني الارض كلها ملك الدولة العثمانية وبتديها للفلاحين، وانت كفلاح بتروح تدفع الاجرة في اخر السنة. كل فلاح بيروح يدفع عن ارضه للدولة العثمانية. لما ضعفت الدولة العثمانية بقى يدخل حاجة عندنا اسمها نظام الالتزام. يعني ايه نظام الالتزام؟ الاول في الانتفاع كانت الارض ملك الدولة وانت بتروح بنفسك تدفع لهم فلوس. لا، هو المرة دي بدل ما ياخد فلوس من الناس كلها وناقص صداع، دخل نظام الالتزام. واحد هيمسكوا اراضي كتير جدا وهو هيدفع عنها الفلوس ويجمعها هو بمعرفته بقى. الاول في حق الانتفاع لو كان بيدفع جنيه، مع الالتزام بقى يدفع 10، لان الملتزم مش يهمه الفلاح، اللي يهمه ان هو يلم فلوس وخلاص. وده ادى ان الفلاحين بقى عليهم ضرائب كتير جدا. ده غير ان ساهم في تدهور الزراعة، ان الطبقة الحاكمة ولا اهتمت بري ولا بزدود ولا باي حاجة، ما اهتمتش بالزراعة خالص. الصناعة تأخرت الصناعة بسبب ان الزراعة متدهورة. كل الحرفيين اللي كانوا متميزين كانوا بيتنقلوا للأستانة عاصمة الدولة العثمانية. الصناعات بقت صناعات يدوية بسيطة. تمام. يبقى الزراعة نظام الانتفاع، وبعد كده نظام الالتزام. نظام الالتزام اللي طلع عينين الفلاحين، ده غير اهمال الطبقة الحاكمة للأراضي. الصناعة كانت متأخرة بسبب ان الزراعة كانت متدهورة، الحرفيين كلهم بيروحوا على الأستانة، ده غير ان الصناعات بقت يدوية بسيطة، يعني واحد بيعمل له قلة ولا حاجة. التجارة تدهورت التجارة الداخلية بسبب تدهور الزراعة والصناعة. ما هو هنتاجر في ايه؟ ما احنا هنتاجر في ايه؟ مفيش حاجة نتاجر فيها. تدهورت بسبب تدهور الزراعة والصناعة. ده غير ان ما كانش فيه امن. المماليك ما كانش بيشغلهم الناس يولعوا الناس، ما كانوش بيهتموا بطرق برية، يعني يشيل على قفاك وودي بضاعتك. ده غير ان بدو الصحراء اللي هم العربان كانوا بيغيروا على الناس، وما كانش فيه ضابط ولا رابط، بمعنى ما كانش فيه امن. يعني هم الاتنين دول ايه، نفس الموضوع، تقدر تقول كده ايه، هم بيحشوا خلاص. قال لك ماشي. التجارة الداخلية كانت متدهورة ليه؟ بسبب تدهور الزراعة والصناعة.
افتقاد الامن، عدم الاهتمام بالطرق البريه، هتنقل البضاعه بتاعتك ازاي، ده غير ان العربان اللي هم بدو الصحراء كانوا بيهجموا على الناس وبيسرقوا منهم حاجتهم. التجاره الخارجيه تدهورت بسبب اللي قلنا عليه قبل كده، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ده غير ان الدولة العثمانية كانت بتدي امتيازات كتير للدول الأجنبية. بمعنى انت أجنبي تعال عندنا يا عم، لو الضرايب 10 جنيه هناخد منك نص جنيه. ما هم بيبقششوا بقى ما ملكهم. التجارة الداخلية ضعفت بسبب مفيش زراعة وصناعة، مفيش أمن، مفيش طرق برية، مفيش أمن برضو، مما أدى إلى إن بدو الصحراء يخشوا يسرقوا حاجة الناس. التجارة الخارجية ضعفت بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والامتيازات للدول الأجنبية. الحياة الاجتماعية بقى، الناس كانت عايشة ازاي؟ المجتمع المصري كان مقسوم لطبقتين او فئتين. فئة الحكام دي اللي كان لها كل السلطات، كانت في ايد الاتراك والمماليك، دول الطبقة الحاكمة، كانوا في عزلة عن باقي الشعب. وفئة المحكومين كانت بتنقسم لفئتين، الوسطى اللي عادة بتتكون من المشايخ والعلماء ورجال الازهر وكبار التجار، والدنيا دول بقى ايه، الفلاحين والمزارعين وصغار الصناع والكلام ده كله. ودول برضو اللي كان طلعان عينيهم. انا من ضمن الفئه اللي طلعان عينيها، انت فاهم، انا كل ما ارجع ورا الاقي الفئه بتاعتي طلعان عينيها، فانا قشطه، انا متقبل وضعي. يبقى فئه الحكام كان ليها كافه السلطات، دول اتراك ومماليك. المحكومين نوعين، طبقه وسطى المشايخ والعلماء وكبار التجار، طبقه دنيا ودول الفلاحين وصغار الصناع وبقيه الناس. ايه الحياه الفكريه والثقافيه؟ موجود في الكتاب ان الحياة الفكرية والثقافية في الدولة العثمانية اتسمت بالعزلة والركود. هو فعلا اتسمت بالعزلة والركود، ما ينفعش تتزوق ديت، بسبب اهتزاز مكانة الازهر ما بقاش ليه اي دور خالص، غير شوية علوم بسيطة، تقدر تقول كده بصيص نور بيطلع من الازهر، غير كده ما كانش فيه اي علم في البلد. الحالة الادبية كانت متدهورة، واخر حاجة انتشر في مصر الجهل والشعوذة والكلام ده كله. تمام. الحياة الفكرية، الازهر تقدر تقول كان متكتف ويدوب بالعلم اللي بينشره 5% من اللي يقدروا ينشره. الحالة الادبية كانت متدمرة خالص، كان في جهل وشعوذة في حكم الدولة العثمانية. وبكده تبقى الدولة العثمانية او مصر بين المماليك والعثمانيين. درس الشرح هو درس يعني الى حد ما كبير، بس هو سهل، حاول تربطه كله مع بعضه هتلاقيه سهل. وحل الاسئله، اهم حاجه في الدراسات تحل الاسئله. لو ذاكرت وما حلتش اسئله يبقى كانك ما عملتش اي حاجه خالص. حل الاسئله. وبكده الدرس ده يكون خلص، بالاضافه للوحده الاولى في الجغرافيا. واتمنى ان الشرح بتاعي يكون افاد اي حد، لان دي حاجه كويسه جدا. هكون انا سعيد لو افدت حضرتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.